نيجي للنقطة بتاعة الويزس عند الأطفال. من أكتر الشكاوى اللي بتجيلك في عيادة الأطفال، سواء حضرتك جي بي أو فاميلي دكتور أو طبيب أطفال، موضوع إن الطفل الأم تقول لك صدره بيزيق شوية أو في خروشة أو في ويزس. عندنا ديفريشن دايجنوزس كبير الصراحة، وإن شاء الله هنقف مع كل نوع بالتفصيل. ولكن أشهر 3 حاجات لازم تفكر فيهم مع الأطفال: رقم 1 الأزمة، رقم 2 البرونكيولايتس، رقم 3 النيومونيا. هنتكلم بس في دقيقتين ازاي نفرق ما بينهم بسرعة، وبعد كده ان شاء الله هنمسك نوع نوع نتكلم عنه بالتفصيل. بالنسبة للأزمة أكتر حاجة. طب يا دكتور معلش، احنا دخلنا ليه ال3 دول بالذات في الديفريشن دايجنوزس؟ عشان ال3 أكتر 3 حاجات بتجيلك إن الطفل صدره بيزيق. تسمع بالاسكالتيشن، بتلاقي فيوزس، صدر الطفل بيزيق. فحضرتك ازاي تميز ان الطفل ده دي ازمه ولا برونكيولايتس ولا نيمونيا؟ وطبعا الديفريشن دايجنوزس اوسع من كده، بس هنناقش اشهر 3 حاجات بنشوفهم في العياده يوميا. اول حاجه الازمه، كلمه السر عندنا هي الريكورنس، ان الموضوع متكرر، ان الطفل عنده هيستوري ان هو ازمتك. الام تقول لك يا دكتور ده هو عنده حساسيه صدر او ان هو عنده ربو، وخصوصا لو الحاله ادفانسد شويه وراح عند دكتور شاطر ومشيه على حاجات بروفلاكتيك، بخاخات وكده، فخلاص الهيستوري واضح جدا بالنسبه لي ان الموضوع فيه ريكورنس. تمام. رقم 2 بيكون فيه اتوبي او فاميلي هيستوري محترم جدا، ان الطفل او حتى حد من اهل بيكون عنده اكزيما او allergic rhinitis. وتقريبا بعض الدراسات كانت بتتكلم على النسبة ان تقريبا 80% من الاطفال الازماتيك عندهم allergic rhinitis، عندهم حساسية انف. فمهم جدا من الهيستوري ان انا اسأل عن الاكزيما، اسأل عن حساسية الانف، اسأل طبعا عن الفاميلي هيستوري بتاع البرونكيال ازمة. يبقى اذا يا دكتور الازمة افكر في الريكورنس والهيستوري. رقم 2 الفاميلي هيستوري اوف اتوبي زي ما احنا ذكرنا الاكزيما او الالرجيك رانيتس او الازمه. رقم 3 التريجر. هو ايه لما انا باخد الهيستوري انا هشرح كل حاجه بالتفصيل، بس مبدئيا هو ايه اللي بيزود الكحه عنده او التزييق او النهجان عنده؟ الام تقول لك ده هو شم تراب او شم دخان معين او حد كان بيدخن جنبه، فبالهيستوري بيبقى واضح قوي. الهيستوري مهم جدا ان هسال عن الفيفر. العيان الازماتيك جاي ما عندوش اي علامه من علامات الانفكشن، الا بقى لو هو ازماتيك وجاله انفكشن، ده هنناقشها بعدين، بس بتكلم بصفه عامه هو جاي لك دلوقتي فري، مفيش حراره ولا في اي حاجه. تمام. واكتر حاجه وكلمه السر عندي هو الدراماتيك ريسبونس للبرونكو دايليتور والاسترويدز حسب الحاجه. يبقى اذا الطفل ده لما بياخد جلسات نيبولايزر او بياخد بخاخه البنتولين بيتحسن جدا، ويز او زاوت الاسترويدز، زي ما هنشرح الجايد لاينز والجينا جايد لاينز بالتفصيل في الجزء بتاع البرونكيال ازمه. تمام. ده بالنسبه للبرونكيال ازمه. تاني حاجة يا دكتور البرونكيولايتس. العيان أو المريض بتاع أو الطفل بتاع البرونكيولايتس، كلامي تحديدا في الأطفال، النموذج المثالي هو طفل عمره من شهرين لسنتين. طفل عمره من شهرين لسنتين كان عنده دور برد، جايلك براينوريا، شوية سنيزنج، كف بسيطة، وبعد يومين تلاتة، أنا بكلمك عن الحالة الكلاسيك يعني، يومين تلاتة بدأ يظهر عندنا الويزس. الام تقول لك في خروشه او في تزييق، حتى الام تقول لك وانا شايلاه حاسه في حاجه بتخروش في صدره. الحراره او الفيفر عند الطفل ده عاده بتكون بسيطه، او احيانا اصلا بتلاقيها نورمال في بعض الحالات. تمام. بالنسبه للطفل بتلاقي عنده ويزس، واحيانا ممكن تلاقي عنده كراكلز، غالبا بتبقى ديفيوز او منتشره في صدره وانت بتحرك السماعه. تمام. والاستجابه للبرونكو دايليتورز هنخش بقى في نقاش لما نيجي حته برونكيولايتس، ونتكلم عن نايس جايد لاينز والامريكان فاميلي فيزيشن والجدل. الصراحه النايس جايد لاينز طبعا بتقول ما فيش اي رول لبرونكو دايليتور، ما فيش اي رول ل في علاج طبعا البرونكيولايتس، ما فيش اي رول للسترويدز، ما فيش اي رول طبعا، وده متفقين معاه في الانتيبيوتيك دي، ما فيهاش جدل ولا حاجه. تمام. وان العلاج بتاعنا اكسجين و هايدريشن وسيمتوماتيك تريتمنت. تمام. وهنتكلم امتى ياخد اكسجين ولا امتى لا، حسب ما يجي او وقت ان شاء الله ما يجي برونكيولايتس بالتفصيل. وهنتكلم عن الحته الجدليه
ورأينا أحيانا المخالف اللي ممكن يكون بالنسبة لك له قيمة أو ملوش، إن فعلا برونكوديليتور في بعض الحالات بتفيد بعض الحالات، وخصوصا لو موضوع الأدميشن صعب والكرايتيريا بتاعت الأدميشن. فدي أكتر حاجة بتميز ليا حالات البرونكيولايتس. وطبعا الأكسجين حسب السيفيرتي بتاعت البرونكيولايتس ساعات بلاقيها نورمال، ودي الحمد لله معظم الحالات اللي تجيلنا في العيادة، وبعض الحالات بتحتاج أكسجين وبعضها بيحتاج أدميشن، ودي نقطة مستقلة. اخر حاجة عشان ما اطولش عليك بس في المقدمة، النيومونيا ده طفل جاي لحضرتك باد جنرال كونديشن، معاه كف، الموضوع بدأ معاه شديد من الاول خالص، تمام، حرارته عادة فوق 38.5، عادة الطفل بيكون توكسيك، عادة الطفل بيكون بور فيدنج، رضاعته وحشة لو هو بيرضع او اكله بقى وحش وسخن وجاي تعبان جدا وجاي بيكح، وغالبا الكحة دي برودكتيف كف، تمام. ولما بتسمع صدره بالسماعة بتلاقي كراكلز، احيانا بتلاقي ويزس، تمام. ساعات بتلاقي برونكال بريزنج، تمام، بتلاقي نقص الاير انتري في بعض الاماكن، كونسوليديشن. الشاهد ان النيومونيا من ضمن الحالات اللي تشخيصها نسبيا بيكون سهل. وبرضه لما نشرح النيومونيا بالتفصيل هنتكلم امتى يا دكتور تعمل ادميشن وامتى لا، امتى تدي اورال انتيبيوتيك وامتى تدي اي في انتيبيوتكس، امتى تطلب الشيست اكس راي وهل طلبها روتين لكل الحالات ولا في بعض حالات يا دكتور بيكون الدنيا واضحة بالنسبة لي، تمام. فدي يا دكتور كانت من اهم الفروق، وخلينا نكمل بقية الديفريشن دياجنوزس، وبعد كده في كورس الاطفال بتاعنا ان شاء الله هنشرح كل مرض بالتفصيل التفاصيل والجايد لاينز الخاصة بيه ان شاء الله.